يا ناس يا عسل. الفنكوش نمرة 39 يا بلحة يا ابن العايبة اللي دوبت كل الرجالة الخايبة وصل. الفنكوش 39 هو معانا النهاردة حقبة بنستكمل بيها حقبة الجهل والجهلاء، الحقبة البلحية الغابرة الزبالة، الحقبة الزبالة. كيف تم تدمير الطفولة. وليد الهبيد معانا النهاردة في الفنكوش نمرة 39. هنشوف ازاي المسؤولين في مصر بيعلموا طفل صغير ملاك كيف يكون كذاب. وليد الهبيد اسمعوا اكتشف ايه واستضافوه على التلفزيون المصري وروجوا للمشروع ترويج رهيب. اسمع بلوحة. عمل سونار للأرض الزراعية، تصطدم بالآفات، كل حاجة تحت التربة ترتد، تعمل صورة للأردوين اللي هو العقل بتاع الروبوت. يبدأ العقل ده يبقى أنا مسجل له أكواد وحاجات معينة بيدور عليها في الصورة، يبدأ يخفي كل حاجة إلا الحاجات اللي هو بيدور عليها. بعد ما بيدور عليها بيبدأ يعدها ويطلع لها الانستراكشرز والبيانات، بعض من البيانات الكتير. يبدأ بعديها يبعتها للمالك الروبوت سواء كان مزارع أو مهندس بالجي بي اس على الموبايل فون بتاعه. يبدأ يقول له أنا لقيت المواد دي، وهو اوتوماتيكلي بيبدأ حرام فعلا والله. والله حرام. شايفين ازاي بيحولوا الاطفال من يعني منذ نعومة اظافرهم ان هو بدل ما يكون ملاك بريء وكل الكلام اللي بيقوله حقيقة وصدق وتاخد الكلام منه مسلم بيه لانه ما بيعرفش يكذب، ان هو يبقى مصطفى بكري صغير. شايفين ده كل ده ليه؟ علشان بس ايه؟ سيادة الزعيم ملك اللقطة، ملك الفنكوش اللي عنده جنون العظمة، اللي عنده المنتاليتي ان هو يفهم الناس ان الحقبة بتاعته دي كان فيها اسهال اختراعات واكتشافات علمية، زي ما هو كان بيروج لكم ان هو عنده اسهال مشاريع في الفنكوش الاولاني 38، ان هو عنده القدرة ان هو ينفذ تنفيذ تام خالص 4 مشاريع يوميا. ده على اساس ان هو ايه؟ هيركليز. طبعا احنا شفنا وطبعا احنا دلوقتي كلنا بندفع ثمن ايه؟ بندفع ثمن الانبطاح والسلبية. اللي بيحصل لنا دلوقتي ان احنا بندفع ضريبة الانبطاح والسلبية لهذا الدكتاتور المهزأ اللي خلى المصريين بعد ما كانوا شعب عظيم بقوا شعب من الرعاع، شعب من الرعاع وقطيع من الحمير. وانا ما بهنش الشعب المصري لان انا منكم، لكن هو خلانا كده في وجه العالم كله. العالم كله شايفنا بالطريقة دي. عجبك ولا ما عجبك؟